بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم، اسعد بلقائكم اليوم في حلقه جديده هنتكلم فيها عن الاستورج اريا. ايه الاستورج اريا دي؟ المساحه التخزينيه، الترجمه الحرفيه بتاعتها لاي عميل. انا لما بيجي لي اي عميل معاه موديلات بيشتغل معايا، انا بعمل له الباترونات او بعمل له الشغل بتاعه عندي في المصنع، فكل موديلاته عايزها تبقى في فايل واحد. فالفايل ده هيبقى فيه موديلات السيزون بتاع الشتوي والصيفي والخريفي والاولادي، سواء كان بيشتغل كذا مرحله، يعني سواء ليدي او اطفال او رجالي. فكل الموديلات بتاعتي دي هحطها في ستورج اريا واحده، بحيث ان العميل لما يجي لي اي وقت يقول لي طلع لي موديل رقم كذا، اخش على الستورج اريا بتاعته هلاقي الموديل. وعندنا كمان اوبشن حلو ان انا جوه جدول الموديل اقدر احط صوره الموديل، فالدنيا تبقى سيستماتيك احسن شويه ومتنظمه بشكل كويس جدا. ده اللي هنعرفه مع بعض لما هنشرح مع بعض دلوقتي مراحل واجزاء الاستورج اريا. زي ما قلنا في المقدمه كده، الاستورج اريا بمشتملاتها زي الانوتيشن هنعرف مع بعض كل حاجه خاصه بالاستورج اريا. طيب الاستورج اريا دي هجيبها منين؟ عندي الاكيومارك اكسبلورر اللي هو جزء من مشتقات البرنامج. انا عندي الاكيومارك اكسبلورر ده اللي بعمل عليه الاستورج اريا والشغل الاداري والاعدادات بتاعه الطباعه وهكذا. وعندي الباترن ديزاين سيستم اللي برسم فيه الباترونات بتاعتي، ويمكن شرحنا قائمه الكرييت والموديفاي والادفانسد والفيريفاي، كل قوائم البي دي اس. طيب هروح افتح الاكيومارك اكسبلورر اهي، انا مجهزها. هلاقي عندي الهارد ديسك مقسم الى جزئين، السي والدي، ودي افضل تقسيمه بالنسبه لي للهارد ديسك. ليه بقى افضل تقسيمه؟ انا بقسم الهارد ديسك بتاعي للسي ودي بس، تمام؟ او مش احسن حاجه ان انا اقسمه 3 4 بارتيشن مثلا. ليه بقى؟ لان هلاقي في مساحات بتروح معايا في كل بارتيشن، فانا خسرت مساحات، ما استغلتش الاستغلال الاقصى للهارد ديسك بتاعي. فالاحسن حاجه اخلي 100 جيجا للسي، تمام، احط فيها الويندوز والحاجات دي، واحط الباقي في الدي عندي على حسب مساحه الهارد ديسك بتاعي. طيب باتروناتي دايما ما بحطهاش على السي، خلاص احنا هنقفل كده هنا. باتروناتي دايما بحطها على الدي، عشان لو الويندوز طار مني في اي وقت بلاقي باتروناتي موجوده. اللي على السي كله بيروح مني عادي، مفيش مشكله خالص. هنا انا دوست على السي ما ظهرليش حاجه، هروح على قائمه فيو واقول له ريفريش اول، يعمل لي ريفريش للستورج اريا الموجوده عندي اهو، تمام، جاب لي الحاجات الموجوده في السي. هنشرح احنا على السي عشان نشوف القصه دي. طيب هتبص هنا تلاقي نيم، دي اسماء للاستورجات اريا. ستورج اريا يعني المساحه التخزينيه. يعني انا لما يجي لي عميل زارا مثلا داخل عندي المصنع الجديد، يا باشمهندس انا عايز اعمل تي شيرت مثلا او اي حاجه تانية يعني، تمام، فاول حاجه بعملها بروح اعمل مساحه تخزينيه خاصه بزارا. دي فيها كل موديلات زارا اللي هو عايز يتعامل معايا فيها في المصنع، سواء كان هيشتغل زي ما قلنا في المقدمه كده موديلات مختلفه، حريمي واطفالي ورجالي، اوكي، بحط له كل شغله بحيث يخش عندي بعد يقول لي والله يا باشمهندس من 5 سنين كنت عامل عندك تيشيرت موديل كذا كذا كذا، فهتلاقيه موجود بالسيريال نمبر بتاعه. هنا انت بتعمل فايلنج سيستم للشغل بتاعك، بترتب الشغل بتاعك. والله احنا عملنا في موسم الشتاء 2021 كذا، وعملنا في موسم الشتاء 2019 كذا، كل حاجه هتلاقيها موجوده لو فات عليها 20 سنه. طيب هنا هتلاقي نيم، ادي اللي هي اسماء الاستورجات اريا. هنا تايب اللي هو النوع بتاع الملف ده ستورج اريا. انا عايز انشئ ستورج اريا جديده هسميها وليكن جيربر توجيزر مثلا. هاجي في الحته البيضاء دي كده واضغط كليك يمين واقول له نيو، وعندي اختيارات. طبعا في جيربر 15 احدث حاجه، ما بقاش فيه بقى فيرجن 8 دي، خلاص بقى كله 9. هنا عندي اختيارات في 8 ستورج اريا وفي 9 ستورج اريا، انا هختار في 9 ستورج اريا اهي. هتسميها ايه؟ هسميها جيربر توجيزر على اسم القناه بتاعتنا، تمام، TOGETHER. او اتشالي سوري ستورج اريا اسمها جيربر توجيزر اهو ستورج اريا. هضغط عليها 2 كليك شمال هيفتح لي الستورج اريا دي. هلاقي فيها حاجات بتنزل ثوابت مع كل ستورج اريا، هنشرح كل منها بالتفصيل عشان نبقى فاهمين كل حاجه بالظبط. وهشوف تعليقاتكم ان شاء الله تحت الفيديو. اللي عايز يسالني في حاجه بخصوص الستورج اريا يكتب لي وانا هرد على كل التعليقات، او يسيب رقم تليفونه وانا هتواصل معاه، مفيش مشكله خالص، او يكلمني هيلاقي رقم التليفون بتاعي على الفيديو موجود. طيب اول حاجه الاقي حرف الاي ده واسمه هنا انوتيشن. ايه الانوتيشن ده؟ كل ما يخص الطباعه على الباترون بتاعي، اي حاجه عايز تكتبها على الورق والبلوتر يطبعها من خلال الانوتيشن. عايز اكتب اسم القطعه والمقاس، ده صدر ولا ظهر ولا كم،
ومقاس لارج او ميديوم، ده من خلال الانوتيشن. عايز اكتب اسمي ورقم تليفوني عشان الناس تعرف ان انا اللي عامل الباترون ده، فيجوا لي مكتب فلان الفلاني، تمام، من خلال الانوتيشن. عايز احط الخياطات على الباترون من خلال الانوتيشن. عايز ارسم شكل الجيب عشان يبقى اسطمبة نشان للولاد مثلا بعد ما قبل ما يكوي وينشن، يبقى دي موجود من خلال الانوتيشن. كل حاجه هتطبعها على البلوتر على الباترون بتاعك من خلال الانوتيشن. خلاص، ده اللي هي اول حاجه الانوتيشن. هديكم فكره عامه الاول عنها، وبعد كده هرجع اخش جواها بالتفصيل ونقول ايه اللي جوه. وانا شارحها يعني كامله على اليوتيوب، موجوده، هتلاقي الفيديو موجود على القناه بتاعت جيربر توجيزر. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها لاي ليميت. ايه اللاي ليميت دي؟ انا بعرف جيربر انا طبيعه الفرش بتاعت القماش عندي عامله ازاي. انا هفرش وش في وش؟ لا، انا عندي الترابيزه طويله هفرش رق واحد، فالرق الواحد ده هيطلع لي القطعه كامله. يعني ايه القطعه كامله؟ يعني التيشيرت مكون من صدر وظهر وكم يمين وشمال، دول هيطلعوا من رق الواحد. طيب والله انا عندي الترابيزه صغيره فانا هفرش وش في وش، يبقى كل رقين قماش يطلعوا لي عبايه واحده، تمام، نص العبايه في الرق اللي فوق ونص العبايه في الرق اللي تحت. هنا مش هيفرق معايا التجويز بقى، لان اي فرده باترون تحطها اوريدي مجوزه نفسها من الايه، من فرده القماش الثانيه، تمام. ده بالنسبه لللاي ليميت. فيها ايه كمان؟ فيها الباندلنج اللي هو اتجاهات الباترون جوه الايه، الفرشه نفسها. انا هشتغل قطيفه، فالقطيفه كل الباترون اتجاه واحد. طيب انا لا، انا عايز اعشق مقاسين رايح ومقاسين جاي، اوكي موجود. طب انا عايز كل مقاسين زي بعض في اتجاه، 2 سمول في اتجاه، 2 لارج في اتجاه، 2 اكس وهكذا، تمام. بعد كده الكوست اوردر، اللي هو بعد ما رسمت الباترون بتاعي ودرجته وخدت ابروف من العميل ان العينه تمام ودرجت تمام، هروح اعمل ماركر بقى. فيجي الراجل بتاع التخطيط والمتابعه يقول لي يا باشمهندس عرض القماش الجينز كذا، عرض القماش الفسكوز كذا، فانا هبدا اعمل له ماركر بناء على عرض القماش اللي هو هيقول لي عليه، تمام. ودي هنشرحها بعد ما نخلص جدول الموديل، لان بتيجي تباعا بعد جدول الموديل. خلاص انا رسمت الباترون، درجته على البي دي اس، جهزته، هروح اعمل بيه جدول موديل اديتور. بعد الموديل اديتور هروح اعمل ماركر بقى، دي المرحله اللي قبل الطباعه مباشره، اللي بيها خلاص القص جاهز عشان يشتغل، تمام. بكتر خاص بالكتر بتاعي ليه تظبيطه معينه على البرنامج. لو انا عندي الكتر اللي بيقص اوتوماتيك، قصه كده هبقى اعمل لكم بيها حلقه ان شاء الله لوحدها. بعد كده البي لاي رول سيرش، دي خاصه وما بنشتغلش بيها في مصر، يعني ان هي خاصه بايه بقى؟ لو انا راجل المساحه بتاعتي بتاعت اللابتوب صغيره، وانا عايز يعني عملت مثلا لزارا 50 ماركر في السيزون، عايز امسحهم بس عايز اخد نفس الاعدادات دي احطها في حته تانية، بعمل البي لاي رول سيرش دي عشان خاطر اخد الاعدادات دي احطها هناك، تمام. برضو ما بشتغلش بيها ليه؟ لان الهارد ديسك مساحتنا بقت كبيره وبقى اشيل، عمري ما بمسح. يعني لو وريتكم في ستورجات اريا عندي من 20 سنه فيها بال 50 60 ماركر، ما حدش فينا بيمسح حاجه، لان الهارد ديسك بتاعنا بقى كبير، بقى تيره وبقى 2 تيره وحاجات كده تشيل كم من المعلومات كبير جدا. وينفع استعوض عن البي لاي رول سيرش دي بكوبي ماركر، ان انا اخد نسخه من الماركر احطها على فلاشه عندي وخلاص يعني. طيب بعد كده عندي البي ماركر بلوت. البي ماركر بلوت معامل طباعه الماركر. والله انا عايز اخلي الماركر بتاعي ده يطبع لي خط النسيج، تمام، من خلال البي ماركر بلوت. عايز اطبع الماركر ده عكس اتجاه الورق من خلال البي ماركر بلوت. بعد كده البي نوتش، جدول النوتشات. انا عايز اعمل افراد بتاعتي النوتش اللي هو الفورد، عايز اعمل الفورد بتاعي على شكل شرطه او تي او في او يو، هنشوف كله من ده بالتفصيل، تمام. بعد كده البي بي سبلوت، معامل طباعه القطعه الواحده. الراجل المقصدار عندي في المصنع جه قال لي يا باشمهندس ده الولاد في المكن فوق بوظوا كم ميديم، فانا عايز حضرتك تطبع لي فرده باترون واحده ميديم مثلا، فيبقى ده من خلال البي بي سبلوت، معامل طباعه القطعه الواحده، تمام. بعد كده اخر حاجه عندي البي يوزر انفايرمنت، اللي هو المعامل البيئي للتشغيل. انا بشتغل في السوق المحلي في مصر فهنشتغل بالسنتيمتر، او بشتغل في التصدير فهشتغل بالبوصه او الانش، والبوصه تساوي 2.54 من 100، 2 سنتي ونص و4 مللي.